انت اتجننت يا عبد المنعم؟ قاعد بتضحك على ايه؟ من ساعة ما دخل فينا الجون التاني وانا مفشوخ ضحك. ازاي يا اسطى؟ ده احنا كنا هنطلع من البطولة لولا ستر ربنا. ايوه عندك حق، بس عارف اكتر حاجة ضحكتني اول ما كلنا هيصنا وقلنا خلاص الجون التاني، وصلاح قام ورقص، مصطفى محمد قلع التيشيرت وروح، وقام دخل فينا الجون التاني بعدها بدقيقة. ايوه، ايه اللي بيضحك في كده؟ ايه اللطيف؟ مش فاهم. احنا بقينا ملطشة اوي يا امام. مش ملطشة ولا حاجة. ما انت عارف العيب في مين؟ في مين يا امام؟ في صلاح طبعا يا ابني. هو صلاح ما كانش بيلعب معانا بالظبط، وعمل ضغط عصبي على اللعيبة. هو اي تلكيك وخلاص يا امه. ايوه هو اي تلكيك، كل حاجة تجيبها في صلاح. ما هو صلاح لعب يبقى مستواه وحش وخسرنا، ما لعبش وعمل ضغط نفسي علينا. طب ولو قعد يبقى جايب لنا النحس ووشه فوق. طب ولو سافر يبقى سابنا في وقت وحش، وده مش شغل قائد ولا شغل ولاد بلد. بس بقول لك ايه، تفتكر الشناوي اتصاب بجد ولا دي حركة كده عشان هيبته راحت؟ يا اسطى ده كان اجوان البطولة دي كتيرة قوي بصراحة. انا شاكك في الواد ابو جبل ده يكون عمل له حاجة قبل البطولة. هيموت هيموت ومستني اللحظة دي من اول ما بدأنا. تفتكر يا اسطى؟ هيبان يا امام. بس بقول لك ايه، ما تيجي نروح نكلم صلاح بقى ونقول له ما يسافرش ويقعد معانا. يا عم هيقول لك تيتا بتنده عليا بقى وهطلع واجيلكوا تاني، وبس رنوا عليا فكروني والشغل يا عم ده. هو قال لك كده؟ طب قول له بس امام اللي بيقول لك. وايه اللي امام اللي بيقول لك يا ابني؟ انت تعبان يعني؟ لو قلت له امام اللي بيقول لك هيقعد؟ ايوه يا اسطى، بس قول له. طب يلا بينا نروح نقول له.